بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها كده قرايه حلوه لطيفه، ناخدها كده يعني فور فن. ايه التغيير اللي ممكن يطرأ على حياتك في خلال الشهرين الجايين دول قبل نهايه هذا العام بشكل عام، يعني بقى عاطفي مادي عملي زي ما يطلع. نشوف ايه التغيير اللي جاي لك. هنعملها مجموعتين. المجموعه الاولى التغيير اللي ممكن يجيلك في حياتك في خلال الشهرين دول. المجموعة الثانية التغيير اللي ممكن يجيلك في حياتك في خلال الشهرين دول ان شاء الله. انا ما عدتش ورق، انا حطيت كده كل واحد بايه بنصيبه. معانا المجموعة الاولى تبقى بالحجر الاخضر ده، ولا بلاش نحط حاجة تانية؟ ازرق، الحجر الازرق والحجر البينك. يلا اختاروا ونشوف ايه التغيير الايجابي او اي تغيير بقى ممكن يطرق على حياتك في خلال الشهرين الجايين دول. يلا اللي اختاروا المجموعة الاولى. اخترتي ايه؟ انا بعد كده مش هختار الازرق ده تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 هم دول الحمد لله. التغيير اللي جاي لك في شخص، دي حاجة عاطفية للناس اللي حطوا نيتهم على شخص عاطفي او شيء عاطفي. تاني انت بتختاري زي اللي بتقلديني ليه؟ مش عارفة. يعني انا مش هختار تاني زيك، يعني مش عارفه بجد. طب يعني اعكسي عشان يعني طاقتنا خلينا تدور بقى مع بعض. نشوف الناس اللي هنا. ماشي. انت حطيت نيتك على حد عاطفي او القرايه دي طالعه لك بتغيير في شيء عاطفي. في شخص بياكل صوابعه ندم عليك وزعلان من نفسه انه زعلك، وعمال يقول انا مش قادر اشيله من دماغي، انا بحبه، انا زعلته، انا ضايقته، انا عايز امشي لقدام، عايز اتخطاه، طب ارجع له، انا مش قادر ارجع له، كرامتي مش سامحه. الشخص ده عنده صراع نفسي، بيراقبك من على بعد، عينه عليك. الشخص ده ممكن يكون برج سرطان او جدي او عنده طاقه يعني مائيه او ترابيه. الشخص ده بيحبك جدا، بيبص عليك بحسره وبندم. يعني انا يوم ما قررت ما اختارش الازرق تاني طلعت القرايه حلوه. شفتي حظي في الدنيا بجد. فايه الشخص دوت جاي لك ندمان ومتعلق بيك، وهيبذل مجهود علشان يراضيك ويعمل لك كل اللي انت عايزه. في عندك عودة، التغيير الحلو او الشيء الايجابي اللي جاي لك اعادة تواصل مع شخص من الماضي رحل عنك. الشخص ده راجع لك وراجع لك بحب وباعتذار وبندم وعايز يعمل لك اي حاجة. الشخص دوت بيحبك جدا ومش قادر يتخطاك ولا قادر يشيلك من باله. وبما ان هي قرايه عاطفيه فاحنا هنسحب لك كارت عاطفي نشوف التغيير الايجابي اللي جاي لك في الشهرين الجايين دول عاطفيا. الشخص ده سبحان الله، انا وانا بسحب الكارت دوت شفته قدامي من قبل ما افتحه. سبحانك يا رب. الشخص ده كان كذاب، كان مخادع، كان بيخفي مشاعره، ما كانش بيقول لك هو حاسس من ناحيتك بايه، كان بيكذب عليك، كان بيخونك، يعني كان في ديسبشن هنا، كان في خداع. الشخص ده كان مخادع في الماضي. دلوقتي هو دلوقتي عاوز يقرب منك، ترو لاف، حب حقيقي. مشاعره اتغيرت تماما من النقيض للنقيض، من الخداع والكذب والمراوغه للحب الحقيقي. حلو، في تغيير ايجابي اهو. حلو، مبسوطه؟ ما انا ما اخترتهاش. مبسوطه ايه؟ يا وانا شيخ. كنت هختارها وقلت ما انا مش مختارها تاني. المجموعه الثانيه اصدميني بقى، هتلاقي غربان طالعه بتبص في وشنا وحاجات كده. الثانيه دي بقى ما القادم ليك في التغيير الايجابي اللي جاي لك. دي جات لنا واحده زياده. دي احنا هنموت ولا ايه؟ تبتدي من دماغك. طيب. اللي اختاروا المجموعه الثانيه، في عندك توقف في شغلك، في حياتك، في دراستك، في حاجه واقفه في حياتك ومنكده عليك حته. خازوق في حياتنا تعرفي. في حاجه واقفه في حياتك وانت يعني بقالها فتره واقفه ومش عايزه تتلحلح،
ونفسك تتحرر منها بقى، نفسك في بدايه جديده، في بدايه جديده، وفي توازن جاي لك ان شاء الله. وخصوصا الناس اللي عندها تعب صحي، في هنا طاقه شفاء، كارت التمبرنس هنا كارت الشفاء مع التحسن في الصحه النفسيه والجسديه ان شاء الله. بقالك فتره تعبان نفسيا جسديا، امورك الماديه فيها احباط، فيها حزن، عندك شويه يأس، في ناس كتير عينها عليك، بتراقبك، بتبص عليك، فاكرينك يا ما هنا ويا ما هناك، وانت اصلا غلبان وحالتك ما مش يعلم لاقيين بالله ناكل ربنا. اصلا. لا معلش اتكلم عن نفسك. هنا عندنا الديس اند بيرز، يعني الموت وبعديه الحياه. في ان شاء الله باذن الله شفاء من شيء متعب ونهايه وبدايه جديده. هنا في موت لشيء وحش، شيء متعب، شيء مقرف في حياتك، وبدايه جديده. في ولاده جديده بقى، ايه، عطاء من الله. لو انت عندك مشكله ماديه فربنا هيفرجها، ده كارت اللي هو ايه، ربنا هيفرجها يعني. ده اخر كارت طالع. المساعدة. شوفي سبحان الله، انا ما قلت، انا ما عدتش، بس انا ده الكارت ده طلع علشان خاطر يعني يكبر بخاطرنا ربنا. يعرفنا انه لسه في بصيص في من امل، القلب، بس في أمل. هنتاخر شويه. في ايد بتتمد بمساعده من عند الله، في خير جاي لك، ما تيأسش. وبما ان هي ما طلعتش عاطفيه قوي، فاحنا هناخد من كروت احنا ملناش في العاطفه الأنجيل. يابا، احنا ملناش في العاطفه. ايه التغيير الايجابي اللي ممكن يجي لك ان شاء الله في خلال الشهرين الجايين في السنه؟ خلي عندك اصرار. ما تيأسش على بدايه العام الجديد ان شاء الله. في اشارات هتجيلك، خد بالك من الاشارات واستمع لاحساسك، احساسك هيعلى. وفي احلام هتجيلك، اشارات هتجيلك ان ربنا هيفرجها. وفي حاجه كمان حلوه كمان قريبه قوي في خلال اسبوعين 3 من دلوقتي كمان. يعني الانفراجه دي هتجيلك على مرحلتين، انفراجه قريبه في خلال اسبوعين، وفي انفراجه في خلال بدايه السنه اللي جايه يعني بعد شهرين. فان شاء الله ابشر، في انفراجه حلوه وفي اكشن جاي لك، او في حركه، الدنيا بتتحلحل، الوقفه دي بتتحرك ان شاء الله باذن الله.